أهلا بيكم في سلسلة أدوية الأورام الهرمونية. الحلقة رقم 11 هنتكلم فيها عن الأنزولوتاميد أو الإكستاندي. قبل ما ندخل في التفاصيل ما تنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعة للصفحة عشان يوصلكم كل جديد. كلامنا النهاردة عن واحد من أقوى أدوية سرطان البروستاتا الهرمونية الموجودة حالياً. الدواء ده اسمه العلمي انسالوتاميد، والاسم التجاري المعروف بيه هو اكستاندي. ده بيستخدم للحالات المتقدمة اللي ما بقتش تستجيب للعلاجات العادية، يعني ده خطوة علاجية قوية جدا. طيب بما إنه بالقوة دي يا ترى بيتاخد إزاي؟ الجرعة بتاعته هي 4 كبسولات في اليوم، ركزوا في الرقم ده. الأربعة بيتاخدوا كلهم مع بعض مرة واحدة، والأهم في نفس الميعاد بالظبط كل يوم. لكن زي ما بنقول كل قوة ليها جانب تاني، وهنا لازم ناخد بالنا كويس قوي. الدواء ده بيحتاج متابعة لصيقة جداً، والسبب تأثيره المباشر على المخ وضغط الدم. أعراضه ممكن تكون إرهاق شديد، هبات سخنة، ضغط عالي، أو حتى مشاكل في الإدراك والتشنجات. بس في عرض واحد بالذات الموضوع فيه مش هزار، ده يعتبر خط أحمر. اسمعوا كويس، لو حصل أي تشنجات أو إغماء لازم الدواء ده يتوقف في ساعتها فوراً. وطبعا في الحالة دي لازم نتواصل مع الدكتور المعالج في نفس اللحظة، ده أمر طارئ. لو الشرح ده كان مفيد ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة عشان توصلكم كل الشروحات الطبية المهمة.